طلع ذاكر، لقيت هو و2 اصحابه وانا الرابع بتاعهم جايبين واحده ست، فكل واحد بقى دخل مش عارف ايه، وبعدين دوري انا بقى في رمضان كان اول مره في حياتي اتعرض لهذا الموقف. كويس اتعرضت له مبكرا. انا دخلت في الوقت ده انت رابع واحد حتدخل. وكان جايبها تقريبا ب5 جنيه حاجه كده يعني. 5 جنيه. احنا دخلنا الغرفه وقفلنا الباب. وابوها عارف. خلاص خلاص ما انا جوه بقى خلاص ورينا تعمل ايه. يا زباله يا سافل يا واطي يا بايظ. فقبحها وتخنها الشديد، تخينه كمان جدا، يا ترى حاجه يعني بشعه. انت متجوز؟ لا. ولا خاطب يا معاصي؟ لا معاصي لا متجوز ولا خاطب. يمين شمال قعدت تتريق عليا، عاوزه تستفزك عشان اي استفزاز عشان تعمل حاجه. بطه بلدي مش فاكر غير ان هي بتقول لي اصحى يا اخويا يعني بقول لك بقى انا ما امتنعتش عشان دين، لا انا امتنعت عشان هي كده. طب ده انا حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. هو حضرتك دكتور ولا مايسترو؟ أنا الدكتور. شفت دي؟ كاريزمة مايسترو. في حلقتنا النهاردة هنستعرض إزاي الزملكاوية ظهروا على الشاشات المصرية والعربية في رمضان. في حد يطلع يقول قدام الناس كلها وملايين بيتفرجوا عليه أنا كنت بلعب كورة وبجيب جوال عشان أعلق ستات وأعرف ستات؟ تربية واطية قوي، واطيه يعني. صاحبت ملك الجمال بلجيكا وانا في الوقت اللي ده جبتها طبعا. بكام جول؟ جبت بتاع 11 جول. وبعدين صاحبتها مع التالت جول. وبعد كده يا ريت امك كانت قفشت على ابوك وبيتته على الكنبه في ليلتك المجندله دي. انت ليه بتدخل امي في العمليه؟ مال امي بالموضوع؟ ما هو العيله السوا بيجيب لها النعيله ولا النجيله باين. ولأن الزمالك والزملكاوية ما عندهمش بطولات ولا أحداث يتكلموا فيها، فكل كلامهم كان يا إما عن حياتهم الشمال أو عن الأهلي. انا اقسم بالله، وانا لما كنا بنسافر واحنا صغيرين مع منتخبات الناشئين والشباب وكده، الافارقه كانوا يعرفوا الانديه المصريه، يعرفوا الزمالك وبعد كده المقاولين. ما القرد في عين امه غزال. ما هي قالتش كده برضه. حظ. لا الحظ والعفريت هو اللي بيكسب، لا مش الكوره. انا بتكلم بما يرضي الله. قسما بالله انت زيرو محتوى، زيرو، بس عظيم في الاسترسال. ما تنسوش يا جماعة دعمي ودعم قناة المايسترو بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. الزمالك طبعا كانوا ابطال افريقيا، اجمد فرقه في افريقيا يعني. أيوه. الزمالك نادي القرن طبعا. نعم. أنت قلت إيه دلوقتي الزمالك نادي القرن. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. ولا امام. مين نادي القرن يا؟ الاهلي طبعا. جدع. مين نادي القرن يا كابتن ميدو؟ الاهلي طبعا. الكبير قوي المال الحلال، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، العفش بتاعه اهو العفش بتاعه. فشيكابالا بعد المواجهة قام بإشارة استفزت جماهير الأهلي. أولا، كيف سيعاقب شيكابالا على هذه الإساءة بحسب اللوائح؟ هل نتوقع أن تكون قريبة من عقوبة كهرباء في الموسم الماضي؟ يا سافله يا منحطه يا مجرمه يا اللي ما تربيتيش، والله العظيم على الطلاق ما تربيتي. يعني الإدانة أو في إدانة أو في شكل من أشكال ذكر للواقعة في التقرير ده موجود في التقرير. مام تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، انا بعيط يا مام، بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام. كابتن عادل محفوظ رصد في تقريره ان في فعلا ازمه حصلت من شيكابالا تجاه جماهير النادي الاهلي، وان هو استفز الجماهير بحركات ما كانش ينفع يعملها. انا بريء، انا بريء. وبالتالي المفروض ان طالما اساس اي عقوبه يصدر من لجنه المسابقات التقرير لو كتب فيه ان في ادانه على شخص ما لازم يتم توقيع عقوبه معاه. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ يا ترى اتحاد الكورة عمل ايه لما شاف تقرير مراقب مباراة نهائي الكاس؟ طب مش تقول يا حزلقوم انك معاك شهادة معاملة اطفال؟ الله، يعني انا بقيت كيوت رسمي. طب ليه ما اعلنش اتحاد الكوره دلوقتي عن العقوبه؟ الاتجاه في بعض الاصوات داخل اتحاد الكوره ان شايفين مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر مرت على خير، فبالتالي مش عاوزين يعني ايه نفتح في حاجه قديمه.
حكمت المحكمة حضوريا بإسقاط جميع التهم نظرا لمراعاة حالته العقلية. البطولة بتاعت نادي الزمالك تساوي 100 من أي بطولة تانية، لأن احنا بنلعب ضد الدنيا كلها. انا عايزك تحاول وتفشل وتحاول تاني وتفشل وتحاول لغايه ما انجح. لا لغايه اما تصدق انك فاشل. ضد اتحاد حكام، جمهور، إدارة نادي، سيس، كل حاجة بنلعب ضدها والمصحف الشريف. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب؟ صلاة النبي احسن. ومعايا الاداره، ومعايا مدير الكوره، ومعايا مدير اداري قاعدين معايا. بختار كده عايزين نروح بورسعيد يعني شغل عشان كده البطوله بتاعتنا غاليه. مؤامره يعني. غاليه. بيلعبوا ضد المؤامره. البطوله بتاعتنا غاليه جدا، غاليه جدا. مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي كويس. الراجل ده ناوي يوديه ده. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي كابتن النادي فكنت بقعد، فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول للحكم قلت له عايزين ضربه جزاء، نديكم ضربه جزاء مش عارف ايه، بس ما يعدي ربع ساعه اولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. كمان واحد، كمان واحده والنبي يا ري. كفايه بقى ده كمان واحد. إدارة المباراة ازاي ان الحكم ده زي الدكتور بيشوف درجة حرارة اللاعبين في الملعب، يعني هل متعصبين، هل هم هاديين، فهنا بيقدر يتعامل معاهم على اساس يقدر يدير المباراة بالشكل الصحيح. طمني يا دكتور، دخلك شو صاير قلي، قلبي ولع مثل النار علي راح وما قلي، طبيب دواني وعطيته عنواني، حكيت وحكاني وهي حباني. خدنا الكاس بالحكم اليوناني. انت بتتكلم في ايه؟ هتلاقيه كمان محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر. عيب يا جماعه. وده بايه؟ ايوه ده ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ حضرتك بمنتهى الصراحه. ايوه بالظبط. مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. هوش كفايه كفايه بيه كفايه. ده بالمفتشر ده كل حاجه باين. انت مؤمن بنظريه المؤامره دي؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ تقول لي الزمالك عليه مؤامره يعني بتلعب ضد الدنيا كلها؟ طبعا دي مؤامره. مؤامره كيف يعني؟ شكلهم كده متفقين علينا بس ما عرفش نيعوا. احاول وافشل واحاول وافشل لحد ما اصدق اني فاشل. لا حلوه تتكتب دي. لما انت كان في مشاكل ما بينك وما بين مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، مشاكل كبيره جدا جدا، ساعتها الاعلامي عمرو اديب وقف جنبك وقفه قويه جدا وطلعك معاه، وكان ساعتها في اوربت وطلعت معاه. تمام. عمرو اديب ما وقفش جنبي بس مبدئيا. ميدو اللي طلع من كام يوم يقول لك اصل انت عندك مشكله مع مرتضى. انا مشكلتي يا ميدو مع مرتضى ابتدت بسببك. الحمد لله الامن مش مستتب والنفوس مش صافيه، وشكلها كده عركه كبيره من اهل العريس واهل العروسه، وهنطلع النهارده ب 30 محضر. وعمرو اديب انت عارفه يعني ايه، استاذنا في الاعلام، صح ولا لا؟ راجل جامد في الاعلام عمرو. الحلقه دي اكبر نسبه مشاهده في تاريخ اي برنامج مصري عبر التاريخ. كل الناس اللي بتختلف معاها خمرجيه يا شمال. لا مش بتوع الجديده ان هم شمال، عجل. تمام؟ عجل. عجل. يا حراميه. انا واحد في الثلاثه. انا طلعت بسكر وبيحاول يعني يقول ان انا عجله بس مش عارف ازاي. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، وكل واحد حر في نفسه. والله العظيم الحلقه دي جابت، كان في ناس في السعوديه قاعدين مستنيينها. الحلقه بتاعت اللي هي بتاعت في الوطن العربي كل الناس كانت مستنياها يشوفوا ايه القصه. فرحان قوي. فاكر يوميها قال عليك ايه؟ بيتعمل فيك ايه؟ فاكر اليوم ده ولا لا؟ بالله يا ميدو انا اخلي اصغر عيل عندي في الرمل هيضربك بالخرزانه على مؤخرتك. يا نهار اسود. انت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ لا اوعى تقول. والله ما انت اللي انا عارفه. انا اللي كنت فاكرك نينجا
طلعت ترتر. بس ده مش زملكاوي، عيل هرب وعنده 14 سنه ورجع لي وعنده 36 سنه، وزنه 200 كيلو، تتوقع منه ايه؟ جول عاد ما تشوجناش جول. واحد طول النهار وعلى مسؤوليتي بيسكر هو الكلب بتاعه. هو يا جماعه الناس مش لاقيه تاكل، بتجيب العيش من الزباله وده بيسكر مع الكلب. والله العظيم انا ما بقول كده مبالغه، واتحداه نعمل تحاليل دم ليه وللكلب، مفيش مشكله. يا ابن الايه التلفزيونات زمان في رمضان كانت بتعرض لنا كل ما هو جميل وشياطين الجن متسلسله، انما النهارده للاسف شياطين الانس هي اللي ماليه الشاشات. انا مش عارف انت طالع خايب لمين. اعمل ايه فيك؟ اعمل ايه؟ ارجعك متعوبه تاني؟ لا 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 يا بابا، لا يا بابا، ارجوك. في راجل ابيض هناك كده بيجيب في سيره حضرتك وفي سيره ماما، يقعد يعني على طول بيقعد يقول لي كده اقسم بالله عجبك بلبوس. احمد حسام ميدو. لا ده عيل عبيط ماليش علاقه بيه، ده عيل كان شغال في النادي واتطرد خلاص. كلميني عن حد تاني كويس. مش مدرب كويس؟ اللي يروح النادي سكران في رمضان ما يبقاش مدرب كويس. اللي يسب الدين للعيبه في رمضان ما يبقاش مدرب كويس. طب كبريائك كان فين بعد ما المستشار مرتضى منصور غلط فيك وانت غلطت فيه وبعد كده رجعت اعتذرت له تاني؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ زملكاوي يا عمرو زملكاوي. يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. انا خايف يطلع ويكون بعد كل ده يطلع اهلاوي. احلف. مش عارف. وكمين؟ هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ قولوا اللي انتوا عايزينه، ومهما تقولوا الناس عارفه ميدو مين وانتوا مين. انا راجل وطني. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. انا هحترمك عشان خاطر الحجاب اللي انت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ده انا انفخك. رفضت ليه منصب في منتخب مصر؟ رفضت ليه المنصب؟ مش عشان الفلوس؟ ولا بكنوز الدنيا ضحي بابويا، ده انا معاشره فوق 12 سنه دلوقتي. فجالي عرض من المنتخب الاولمبي ان امسك المنتخب الاولمبي. فقلت لهم يا جماعه انا لسه ماضي عقد مع الراجل، ما ينفعش ان انا افسخ العقد. فقالوا لي لا تسيب الاعلام، وعرضوا عليا بقى هم ساعتها قالوا لي لا، وعرضوا عليا رقم يعني يعني انا ساعتها كنت باخد في بيراميدز 70,000 دولار، هم عرضوا عليا. انت كنت بتاخد 70,000 دولار؟ ما شاء الله. كأن... عرضوا عليك كام في المنتخب قدام ال 70,000 دولار؟ والله عرضوا عليا ساعتها 180,000 جنيه. طالما اخر كلام يبقى الصح يتقال بقى 150، وابلغ عليه هو وامي بيبيعوا بانجو وانا عارف مكانه فين. السجن للرجاله يا بطاقه. فكانوا عايزيني بقى اسيب بقى وان انا بقى الوطنيه وبتاع. لا طبعا انا تاكلوني وهتاكلوا عيالي وطنيه. انا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، جالتك طول عمرها رجاله. انا وطني ومتحضر بالرمل الاصفر متخضر. البودكاست ده كان مليان الفاظ، عمالين تشتموا. ايه الشتيمه اللي شتمتوها كل ده؟ اللي مش عاجبه الالفاظ ما يتفرجش اصلا. طبعا عليك تربيه وسخه واطي. في جمهور الكوره جمهور كبير قوي، جمهوره اطفال وشباب وصغيرين وكبار وستات، يعني فالالفاظ كانت تقيله. بموت في الشتيمه. وانا مش عايز ابقى قدوه لحد او قدوه لاولادي، مش عايز ابقى قدوه لحد تاني. اي حد يقول لي يعني انت ده قدوه. طب ما هو اولادك ممكن يتفرجوا على فيديو ده. انا عايز ولادي يشتموا عادي. مفيش مشكله. انت عايزهم يشتموا؟ طبعا مفيش مشكله. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف والجريمه لا تفيد. الاهلاويه اللي استغربوا وزعلانين من شماتة جماهير نادي الزمالك في اصابه امام عاشور، انت كنت منتظر منهم ايه؟ نادي علشان يكسب في افريقيا كان بيودي الحكام بورسعيد ويعمل لهم شوبينج وبوكيت ماني. نادي قايم على كره النادي الاهلي وما شفناش من وراه الا السب والقصف. نادي واكل حقوق اللاعبين وبيطيف قيد. نادي غرقان في الاحتواء وروح البروتوكول. هتستنى منه ايه غير حسد وشماتة؟ مكان يسهرون فيه، يرقصون، يسكرون، يرتكبون الرذيلة. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. شكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.